أهلا بكم. النهاردة هنغوص في مفهوم لافت ومهم، هو التغافل. كلامنا هيستند لأفكار من مقال التغافل خلق الكبار وسادة القوم. أهلا بك. هدفنا نفهم المفهوم ده كويس، وليه الكاتب بيعتبره صفة أساسية للشخصيات الكبيرة والمؤثرة. تمام. وأهم نقطة هنا زي ما المقال بيقول إن التغافل ده مش جهل، يعني مش غباء. لا طبعاً. لا، هو قرار واع ومقصود إن الواحد يتجاهل بعض الأخطاء أو الزلات الصغيرة، خصوصا اللي صاحبها مداريها يعني. عشان الود يستمر والعلاقات ما تتأثرش. بالظبط. تجنب التدقيق الزيادة عن اللزوم. الكاتب كمان بيربط ده بالسعي للسعادة والنجاح، بيقول إن المعاملة الكويسة للناس أساس والتغافل ده جزء منها، وبيستشهد بالحديث المعروف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كأنها دعوة للتركيز على المهم ونسيب التفاصيل الصغيرة. وفي نقطة تانية لافتة جدا بيطرحها الكاتب، وهي ربط التغافل بالحديث التاني، حديث من رأى منكم منكرا فليغيره. بيركز على كلمة رأى، يقعد يدور وينقب ورا الناس. يعني ما نتدخلش في اللي مستخبي. تماما. عشان كده بيستشهد بقول للإمام أحمد بن حنبل إنه لا يجب التعرض للاستتر ولا التفتيش عنه. ده بيحط حدود واضحة للتدخل في شؤون غيرنا. وده بيودينا لنقطة التحذير اللي في المقال من خطورة تتبع عورات الناس. الموضوع مش مجرد نصيحة أخلاقية وخلاص. لا، ليه عواقب. الكاتب بيجيب الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. والآية كمان في سورة النور اللي بتتوعد اللي بيحبوا ينشروا الفاحشة. الرسالة واضحة جدا، اللي بيدور على عيوب الناس ربنا بيفضحه. صحيح. والمقال مش بس بيحذر، لا ده بيبرز كمان الفوائد العملية للتغافل. أولها ويمكن أهمها هي راحة البال. دي أهم حاجة أكيد. في مقولة جميلة بتنسب لعثمان بن زائدة أو للإمام أحمد: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. وفي رواية تانية إنها كلها في التغافل. ياه، 9 أعشار العافية، دي نسبة مش قليلة أبداً. استراتيجية فعالة للسلام الداخلي يعني. جدا. والفايدة التانية هي الحفاظ على العلاقات. يعني العلاقات بين الناس طبيعي يكون فيها نقص أو أخطاء صغيرة. لو وقفنا على الوحدة. أكيد بتفسد. تمام. المقال بيستشهد ببيت شعر بيقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. المتغابي هنا مش الغبي فعلا. لا، هو الذكي اللي بيختار يتغافل بذكاء. بالظبط. وفي بيت تاني بيقول: ومن لم يغمض عينه عن صديقه يمت وهو عاتب. يعني التغاضي بيحافظ على الصداقة. وده بيربطنا بالفايدة الثالثة اللي ذكرها المقال، إن التغافل ده من صفات القادة والناس الكبيرة. صحيح. المقال بيذكر مثلا إن ابن الأثير وصف صلاح الدين الأيوبي إنه كان كثير التغافل عن ذنوب أصحابه. ما كانش ضعف منه يعني؟ لا طبعا، دي كانت حكمة في إدارة الناس اللي معاه عشان يحافظ على ولائهم وروحهم المعنوية. القائد الشاطر بيعرف إمتى يركز على الغلطة وإمتى يعديها عشان الهدف الأكبر. المقال كمان بيقدم أمثلة تانية بتوضح الفكرة أكتر، زي قصة عن الإمام مالك وأهل المدينة. قصة معبرة جدا. إن في ناس انشغلوا بعيوب غيرهم، فالناس انشغلت بعيوبهم هم، وناس تانية سكتوا عن عيوب الناس، فالناس نسيت عيوبهم. كأن التركيز على عيوب غيرك بيفتح لك باب محدش هيقفله. مثال قوي فعلا. وحتى في حديث السيدات ال11، الزوج اللي اتوصف بإنه إذا دخل فهد ولا يسأل عما عاهد، المقال بيقول إن فهد دي يعني هادي ومش بيدقق في كل حاجة، دي مرتبطة بالتغافل. أيوة، مش بيسأل عن كل صغيرة وكبيرة شافها اتغيرت في البيت، وده بيعمل جو من الارتياح والثقة. يبقى الخلاصة اللي بنطلع بيها من المقال ده إن التغافل مش سذاجة ولا ضعف، لأ ده ذكاء اجتماعي وحكمة. الكاتب بيسميه الفطن المتغافل. بالظبط. الشخص الفاهم الذكي، بس اللي بيعرف إمتى يتغاضى بوعي. ده دليل نضج وقدرة على السيطرة على ردود الأفعال، خصوصا لو الغلطة مش هتعمل مشكلة كبيرة. يعني فن الموازنة بين إمتى تكون حازم وإمتى تتغافل. بالظبط كده. إمتى التدخل ضروري وإمتى التغافل أحسن لسلامتك النفسي وللحفاظ على علاقاتك. طيب في الختام نقدر نقول إن الفكرة المحورية من المقال هي إن التغافل
بالفهم ده خلق رفيع ومهارة حياتية مهمة جداً. بتساهم في هدوء النفس، بتقوي العلاقات الاجتماعية، وبتعكس نضج وحكمة. ويبقى السؤال الأخير اللي بيطرحه الكاتب للتأمل: أيوة، دعوة للتفكير في تعاملاتنا اليومية. يعني إزاي لو طبقنا التغافل ده بوعي في المواقف الصح، ممكن ده يغير فعلا علاقاتنا وشعورنا بالسلام الداخلي. بدل ما نقف على كل صغيرة وكبيرة. بالظبط. إيه المعنى الحقيقي إن الواحد يكون الفطن المتغافل، اللي شايف وفاهم، بس بيختار بحكمة إمتى يتكلم وإمتى يعدي؟ سؤال مهم فعلاً ويستحق التفكير. شكراً جزيلاً. شكرا لك.